عارف لولا الشجره ما كنتش هتشوف ولا زفه في الشارع لا عريس ولا عروسه؟ وايه علاقه الشجر بالزفه والفرح؟ هقول لك يا سيدي، واحده من اهم الموارد الطبيعيه للدوله هي الغابات، لانها مصدر الاخشاب اللي بتستخدمه في صناعه الاساس والسفن، وبيوفر المطاط اللي بيتصنع منه عجل العربيات والطيارات، والكره اللي انت طول النهار في الرايحه والجايه تضغط عليها وانت متعصب، او الكره التانيه اللي جاركم ياما قطعها لكم زمان في الشارع. الغابات كمان ساعات بتكون مصدر اساسي من مصادر الدخل القومي، وحصن منيع وقت الحرب، لان اوقات بيلجأ اليها الجيش عشان تحميه، زي مثلا دوله فيتنام اللي حرفيا استخدمت الغابات وقامت بتصفيه الجيش الامريكي كله. الحشائش كمان في بعض الدول بتساعد على نمو اقتصادها، لانها تمثل مراعي طبيعيه للثروه الحيوانيه، وبسببها بيزيد انتاج اللبن والصوف واللحوم، زي ما بيحصل حاليا في قاره استراليا او حتى في دوله الارجنتين اللي موجوده عندك في قاره امريكا الجنوبيه. قول لي في الكومنتات ايه في حياتك الشجره كانت سبب فيه وما تقدرش تستغنى عنه. سلام.